حادثة غرق شاطئ أبو تلات. حادثة غرق شاطئ أبو تلات في اسكندرية اللي تقريبا مفيش حد ما بيتكلمش عنها. في الفيديو ده هقول لكم حاجات هتسمعوها لأول مرة، ومش بس حاجات هتسمعوها لأول مرة، حاجات اتقالت وهي مش حقيقة، والكلام ده من ناس شغالة عمال في الشاطئ، والكلام ده برضو من إحدى الفتيات وفتاة أخرى كمان، يعني 2 شهود على اللي حصل وكانوا من ضمن البنات اللي موجودين في المية. كلام كتير اتقال في الكومنتات، كلام كتير اتقال غلط، كلام كتير اتقال على السوشيال ميديا غير صحيح. اتقال انها رحلة وهي مش رحلة اصلا، اتقال ان هم 26 بنت وهم مش 26 بنت، وقالوا ان هي رحلة بنات بس، والكلام ده برضو كله غلط. الحقيقة كلها، رغم انا ما كنتش حابة ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس انا تقريبا بقالي 5 ايام مش بيجيلي كومنتات على اي فيديو بنزله غير ان انا ادخل واتكلم في الموضوع ده. فانا لما لقيت الكومنتات كده حبيت ان انا واسأل حد من البنات اللي كانوا موجودين كمان في الرحلة دي، غير كمان اسأل ناس من اللي شغالين في شاطئ ابو تلات. شاطئ ابو تلات اللي هو من يوم الرحلة دي زي ما حضراتكم شايفين مفهوش اي ناس، وخلاص ما بقاش فيه نزول للبحر لحد دلوقتي. لكن الله اعلم بعد كده هيكون ايه، بس اكيد الشاطئ هيرجع تاني لان ده اصلا شاطئ. واسفة كمان ان انا هطول عليكم شوية في الفيديو ده، وده مش عوايدي خالص على القناة، بس عشان احكي لكم الموضوع بالظبط زي ما طلبته، وكمان ده حق بنات ماتت او توفت، قوم ان احنا نقول الصح، لان في كومنتات كتير ظلمتهم وكلام كتير اتقال غلط. فمن المفروض ان انا ادام عرفت الصح، وادام انتوا طلبتوا مني ان انا اعرف الموضوع واطلع اقول لكم عليه، يبقى اقول لكم الحقيقة، والجزء اللي انا عرفته بحقيقته، اللي انا معرفتهوش مش هقوله، او اللي انا مش متأكدة منه. بس قبل اي حاجة انا مرحبتش بيكم اول الفيديو، اهلا وسهلا بحضراتكم معايا في فيديو جديد. فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ موضوع النهاردة. الحادث المؤسف، حادث ابو تلات، الحادث اللي زعل ناس كتير، وناس كتير لحد دلوقتي تقريبا بقت تكره البحر بسبب حادث ابو تلات، شاطئ ابو تلات. ايه اللي حصل في شاطئ ابو تلات؟ اتقال ان هي رحلة بنات جاية من محافظة تانية وجايين البحر يوم، اللي هي رحلة اليوم الواحد اللي كلنا عارفينها، اللي بيجوا يمشوا في نفس اليوم. دي اول حاجة غلط، لانها هي ما كانتش رحلة، هي كانت اكاديمية. طب الاكاديمية كانت جاية من باص في نفس اليوم، الكلام ده برضو غلط. طيب ايه الصح؟ الصح ان هي اكاديمية، هسيب لكم اسمها على الشاشة. الأكاديمية دي للضيافة الجوية، فيها طلاب وطالبات سنهم صغير لحد سن حاجة و20 سنة، يعني من 15 سنة لحد 26 سنة اللي موجودين فيها. والطلاب دول بنات وولاد، وكانوا جايين معسكر هنا في اسكندرية في منطقة أبو تلات، وجايين قبل الحادثة دي ب3 أيام. يعني هم أصلا كانوا جايين وموجودين في العجمي في منطقة أبو تلات. وأبو تلات دي الناس اللي متعرفهاش، هي بعد البطاش وبعد الهانوفيل وبعد شاطئ النخيل، هي بعد ده كله. المهم ان هم عسكروا اول يوم في المكان اللي هم معسكرين فيه ومكان التدريب بتاعهم، وبعد كده عسكروا تاني يوم وتالت يوم المفروض ان هم كانوا يروحوا فيه البحر، هيعملوا تمرينات على البحر، وبعد ما يخلصوا التمرينات المفروض ان هم كانوا هيقضوا اليوم. خلصوا التمرين. الحاجة برضو اللي اتقالت غلط في السوشيال ميديا واتقالت من المدربين اللي كانوا موجودين، ان هم قالوا لهم ما تنزلوش البحر والراية حمراء، لكن كلام البنات ومنهم بنت اسمها نورسين، البنت دي كانت موجودة، والبنت دي من البنات اللي اتنقلوا المستشفى، قالت ايه؟ قالت ان هو ما كانش فيه رايات حمراء اصلا موجودة على الشاطئ. تمام، بس اللي احب اقوله، هي ماشي هي عندها حق، بس كان معروف ان اسكندرية كلها الرايات فيها حمراء وفي ارتفاع امواج، فهو اكيد كلامها صح، اكيد هي مش هتقول كلام
صحابها وزمايلها ماتوا، وهي تعرضت لكمان ان هي كان ممكن تبقى زي صحابها بعد الشر عليها، فهي مش هتقول حاجة غلط. بس برضو المعلومة اللي انا هقولها في النص، ان كان معروف ان اسكندرية كلها الرايات فيها حمراء والموجة عالية. المهم خلصوا تمرينهم والمدربين قالوا لهم اللي عايز ينزل البحر ينزل. طيب هم كانوا 26 بنت؟ ما كانوش 26 بنت، كانت اللي كانوا موجودين كانوا تقريبا 150. ال150 دول ما بين شباب وما بين بنات، في اللي نزلوا وفي اللي ما نزلوش، وفي اللي خلصوا تمرينهم وقعدوا على الشاطئ يعملوا اي حاجة، وفيهم اللي كانوا بيلعبوا حاجات كتيرة جدا. مجموعة شباب ومدربين من اللي كانوا معاهم نزلوا البحر، وبعد كده البنات ابتدت جزء منهم اللي هم ال26 بنت هم اللي نزلوا. بس مش معنى كده ان الرحلة كانوا 26 وهي ما كانتش رحلة اصلا، دي كانوا تبع الاكاديمية زي ما قلت لكم. ونزلوا بناء ان هم قالوا لهم لو حابين ان انتوا تنزلوا انزلوا، مش زي ما اتقال ان هو قال لهم ما تنزلوش البحر. وما فيش حد من العمال قال لهم ما تنزلوش برضو البحر، وكان في ناس غيرهم على الشاطئ. المهم ابتدوا ان هم ينزلوا، وبنت واحدة فيهم بس، وده بقى كلام حد من اللي موجودين في الشاطئ وكلام بنت تانية من اللي برضو كانوا موجودين في الرحلة. بنت واحدة اللي هي دخلت الموجة شدتها لجوه، هي مش دخلت لجوه، اذا فجأة بقت في عرض البحر. بقت البنات كلها تبقى اول ما بصت لها البنات هي كمان بقوا في عرض البحر، والبحر سحبهم. ليه؟ لان الموجة كانت عالية، ودلوقتي موجود في اسكندرية حاجة اسمها السحب الاسود، ده كلمتكم عليه الفيديو اللي فات، فمش هندخل فيه دلوقتي وهنكمل موضوعنا. المهم ان البنات كلهم اتسحبوا. ايه اللي حصل بقى؟ والكلام ده من بنت فيهم. اللي حصل ان هو ما كانش في حد لسه ان يدخل ينقذهم، اللي دخل ينقذهم المدربين وشباب من اللي كانوا معاهم، من ضمنهم شاب اسمه فارس وشاب تاني كان معاه برضو، ودول الشابين الوحيدين اللي توفوا. المهم الشباب دخلت بقت تنقذهم، وطبعا الشاب بيدخل ينقذ بنت ويطلع يرجعها على الشاطئ، وبعد كده يدخل ينقذ بنت تانية، وفي 26 بنت. يعني عقبال ما هينقذوا واحدة التانية جوه هتبقى شربت مية، هتبقى تعرضت لاختناق، وممكن البحر يكون سحبها اكتر لمكان جوه او مكان فيه عمق ازيد. وممكن سيبكم من ده كله، على ان حالات الغرق دي بيبقى لها احتمالات كتير. ممكن عضلة القلب من الخوف تقف لوحدها، وقبل اصلا ما يحصل اختناق او يحصل ان هم ينزلوا في قاع البحر او البحر يخبطهم في اي حواجز او اي حاجة، مع العلم ان هو ما فيش حواجز، ده شاطئ مفتوح تماما. المهم فارس الله يرحمه والشاب التاني اللي كان معاه اللي هو كان اصغر من سن فارس، وكمان ناس من اللي كانوا موجودين في الشاطئ ابتدوا ان هم يدخلوا يجيبوا البنات، بس ما كانوش بيدخلوا عم، كانوا بيدخلوا ببدال البحر. المهم كانوا بيجيبوا بنت، وعقبال ما يدخلوا ويجيبوا التانية اخر 6 موجودين هم اللي فضلوا، هم اللي كانوا اتعرضوا الله اعلم بقى، اتعرضوا لاختناق، شربوا مية كتير من خضة البحر زي ما قلت لكم، والوهل والروعة البحر واللي هم اتخضوا، ممكن تكون عضلة القلب وقفت، وده طبعا الدكاترة هي اللي تعرفوا بعد الموضوع ده. المهم اخر 6 اتنقذ منهم 2، والاتنين دول طلعهم فارس والشاب اللي كان معاه. طيب اتفضل كام؟ اتفضل 4 بنات. اللي ماتوا مش 6 بنات، اللي ماتوا 4 بنات معاهم الشابين اللي كانوا بينقذوا البنات، وفارس كان واحد منهم. فارس لوحده انقذ 3 بنات، والشاب التاني اللي برضو توفى ربنا يرحمه انقذ بنتين، وكانوا هم اللي بينقذوا البنات ويدخلوا. بس عقبال ما دخلوا ينقذوا بقية البنات كانت البنات دي دخلت جوه اكتر، وحاولوا ان هم يجيبوهم، فالموجة عليت اكتر، فتعرض فارس والتاني ان هم ما عرفوش برضو يخرجوا رغم ان هم بيعرفوا يعوموا، وفارس اصلا مدرب، بس الموجة كانت عالية جدا وسحبت البنات اكتر واكتر، خلت الشابين اللي داخلين ينقذوهم دخلوا في عمق اكتر ومسافة اكتر. غير طبعا المجهود زي ما قلت لكم، هم دخلوا عمق كبير لجوه 3 مرات وطلعوا، ودي كانت رابع مرة، يعني فارس كانت ليه رابع مرة
والشاب التاني كان ليه تالت مرة. فاكيد طبعا المجهود مع الخضة، مع ان هم داخلين طالعين بيحاولوا ينقذوا البنات بتغرق قدامهم وبيموتوا، غير البنات اللي هم كانوا بيطلعوهم كانت فقدت الوعي شوية، مش مغمى عليهم او توفوا او بعد الشر او حصل لهم حاجة، بس حصل لهم خضة وابتدوا ان هم يدوخوا شوية وحالات اختناق بسيطة. فطبعا مع الخضة وان هم نزلوا رابع مرة، يعني دول ابطال ابطال، ما فضلوش ان هم على الشط ولا حاولوا ان هم ما ينقذوهوش او نقذوا مثلا البنات اللي من بره، بل بالعكس دول حاولوا مرة واتنين وطلعوا بنات مرة واتنين وتلاتة. وبعد ما طلعوا بنات مرة واتنين وتلاتة وبقية البنات بقوا في عرض البحر جوه ودخلوا اكتر والموجة عليت. وعلى فكرة بأقوال البنات ان هم قبل ما ينزلوا البحر وبشهادة البنات اللي كانوا موجودين، البحر ما كانش عالي تماما، البحر كان حلو وكويس، بس فجأة على. مش معنى كده ان البحر كان كويس. احنا بقالنا اسبوع تقريبا، انا القناة عندي بقالها اسبوع ما بنزلش فيها غير اخبار تم قفل الشواطئ، تم رفع الراية الحمراء، البحر فيه موجة عالية يشبه تسونامي، كل ده موجود. بس تقريبا وهم رايحين يعني ساعة القدر زي ما بنقول بيعمل بصر، ما كانوش عارفين ده كله. مع ان هم ما كانوش عارفين ده كله، ان هم كانوا رايحين يتدربوا ولقوا البحر كويس. وعلى فكرة البحر ساعات بيكون كويس وفجأة ممكن ما بين دقيقة والتانية يقلب تماما. يعني انتوا لو تاخدوا بالكم في اول الفيديو كان البحر هادي ولونه حلو، وفجأة دلوقتي زي ما انتوا شايفين الموجة ابتدت ان هي تعلى، رغم فرق دقايق الموجة ابتدت ان هي تعلى. المهم يعني دخل فارس والشاب التاني، وللأسف فارس والشاب التاني والأربع بنات، إن هم آخر أربع بنات توفاهم الله. الستة دول طلعوهم مين؟ طلعوهم بقى المدربين والغواصين بتوع الشاطئ، هم اللي طلعوهم. يعني آخر ناس دول هم اللي طلعوهم، اللي ماسكين الشاطئ هناك او عمال الشاطئ، والغواصين المسؤولين هناك هم العمال اللي مسؤولين هناك اتصلوا بالغواصين، والغواصين جت طبعا طلعتهم. طبعا بقية البنات كانوا منهارة، البنات منهم اللي كان فيه اختناق شوية، اللي كان فيه اغماء، اللي كان فيه دوخة. البنات اللي كانت على الشاطئ انا مش عايزة احط لكم والله صور، في صور وفيديوهات، انا مش عايزة احط لكم، يعني انا دايما بحط لكم صور وفيديوهات، بس انا مش عايزة احط صور وفيديوهات لان المنظر كان بشع. وكمان ممكن يكون فيها حقوق طبع ونشر هنا في اليوتيوب، لان المنظر ما كانش حلو خالص، لان طلعوا 6 جثث على الشاطئ والناس اللي كانت موجودة المنظر ما كانش حلو خالص. تقريبا منطقة العجمي كلها تم فيها الحزن اليوم ده وبعدها كمان، ولحد دلوقتي لحد ما بعمل لكم الفيديو. وبعدها بقت اسكندرية كلها ومصر كلها، والناس اللي سمعت من بره مصر كمان زعلت على الموضوع ده. المهم تكملة الحكاية بقى للناس اللي عايزة تعرف بقية الحقيقة كاملة. طلعوا ال6 جثث على الشاطئ وابتدوا ان هم يطلبوا يقولوا للبنات هاتوا تليفوناتكم، ومنعوا البنات ان هم يتصلوا بالنجدة ويتصلوا باهاليهم تماما. المهم فيهم بنت رفضت تديهم تليفونها وهي اللي اتصلت بالنجدة، والبوليس جه في ساعتها وجم 6 اسعافات. ال6 اسعافات نقلوا تقريبا البنات لمستشفى العجمي العام، اللي موجودة في منطقة العجمي في البوابة، وابتدت اسعافات تانية تنقل بقية البنات لمستشفى العمرية العام. مع العلم ما اتنقلش بس ال6 اللي توفوا، اتنقل جميع البنات اللي كانوا في المية معاهم الشباب برضو اللي نزلوا يغطسوا ويجيبوهم وتوفوا. المهم بعدها كل ده والأكاديمية مكتمة على الخبر، وقالوا ان هم منعوا البنات ان هم ينزلوا، والشباب بس اللي نزلت في الاول، والبنات هم اللي صمموا ان هم ينزلوا. مع العلم ان هم اللي قالوا اللي حابب ينزل ينزل، وفي نفس الوقت كمان هو كانوا ممنوع زي ما بيقولوا، لقوا البنات نزلوا ما كانوا قالوا لهم ممنوع وطلعوهم، ما انتوا كده كده مسؤولين عنهم. وليه كمان طلعتوا الناس مغمى عليها وميتة من المية وتاخدوا منهم تليفوناتهم وتمنعوهم يتصلوا بالنجدة؟ فدي كانت حاجات غريبة جدا شافوها البنات. وعلى فكرة البنت في بنات طلعت واتكلمت على صدى البلد وحكت اللي انا بقوله ده بالظبط في برنامج على صدى البلد، قالت كل اللي انا بقوله.
المهم بعد كده، بعد ما اتنقلوا وبعد ما الحكومة حققت وطلعت بقى بيان رسمي بمين الناس اللي في المستشفى والناس اللي توفوا، وغير كمان البنات طلعت وحكت، وفي ناس من عمال الشاطئ حكوا. بعد ما انتوا كتبتولي بقى كومنتات، فضلت ان انا احاول ان انا اتواصل مع ناس كانت موجودة بالفعل عشان اعرف لكم الحقيقة كاملة. ده غير كمان ان الاكاديمية دي طلع ان صاحبها متقدم فيه مليون بلاغ، والبلاغات دي ما كانتش مشهورة قوي، بس مع قضية ابو تلات سبحان الله ان هي مع قضية ابو تلات تطلع القضية دي وتنشهر، وكل الناس اللي مقدمة بلاغات في صاحب الأكاديمية وفي الأكاديمية نفسها، وإن الأكاديمية دي واخدة فلوس من الناس، والمفروض إن هي مخرجة طلبة، والمفروض إن هي كانت تعمل وتعمل وتعمل. كل ده بالعامية بلح، مفيش أي حاجة، ولا كانوا كان في قواضي كتير، وجت القضية دي فتحت فتوحة كبيرة. غير ان هم قالوا لهم ان صاحبة كمان الأكاديمية او مرات صاحب الأكاديمية كانت هتبقى موجودة معاهم وما بقتش موجودة، وبعد ما القضية دي اتعرف ان هي كان مقبوض عليها بقالها 3 ايام. يعني اصلا الأكاديمية دي كان عليها شبهة كبيرة جدا، وقالوا للبنات ان هم رايحين الساحل وهيتدربوا في الساحل التدريب بتاعهم، لان المفروض في تدريب على العوم وعلى السباحة، والمفروض يبقوا في مكان كامل متكامل، والبنات ما يعرفوش اصلا ان هم في العجمي. دي مفاجأة كمان. يعني انا مش عارفة انتوا عارفين الكلام اللي انا بحكيه ده كله ولا لا، بس برضو اكتبوا لي كومنتات انتوا كنتوا تعرفوا الكلام ده كله ولا لا. والكلام اللي انا بقوله ده كله لو دخلتوا سمعتوا اقوال البنات هتلاقوها، او جبتوها من على قناة صدى البلد، او كلفتوا نفسكم ان انتوا تروحوا الشاطئ وتسألوا العمال اللي كانوا موجودين، هتعرفوا الكلام ده كله. فهم اصلا البنات عرفوا ان هم كانوا في معسكر في العجمي، يعني يوم ما راحوا لشاطئ ابو تلات كانوا فاكرين نفسهم ان هم في الساحل. الناس بقى اللي قالت اول حاجة اللي جايب رحلة بنات لوحدها في نفس اليوم، رحلة يوم كده وراجعين لوحدهم وجايين البحر، هم ما كانوش جايين رحلة يوم زي ما قلت لكم، ده هم كانوا في التدريب بتاع الأكاديمية بتاعتهم، وده كان 3 يوم ليهم. بنات وولاد هم كانوا فاصلين تماما البنات عن الولاد، دول ليهم مكان ودول ليهم مكان. الناس اللي قالت برضو ان هم طلعوا من مكان الأكاديمية وركبوا أتوبيس، والأتوبيس راحوا بيه شاطئ أبو تلات، هم ما راحوش شاطئ أبو تلات بباص أو بأتوبيس أو بأي وسيلة مواصلات، هم راحوها مشي، لأن مكان الأكاديمية بينه وبين شاطئ أبو تلات كان شارع واحد بس. أخدوا الفوق كامل متكامل مشوه، بس مش أكتر من كده، لكن ما راحوش بأتوبيس. الأتوبيس ده اللي جابهم من مكان سكنهم لحد مكان الأكاديمية يوم ما هم جم، مش يوم الحادث أبو تلات. كان في ارتفاع أمواج، كانت الإدارة العامة للشواطئ والمصايف ومحافظة اسكندرية والمحافظ، وأنا عندي على القناة أعوذ بالله من كلمة أنا، وجميع الصفحات كانت محذرة من نزول البحر والعوم بمواعيد معينة، وإن الراية حمراء. ده فعلا كان حصل. في ناس ما كانتش تعرف، في ناس كتير ما كانتش تعرف، كانوا بيروحوا الشواطئ وما يعرفوش ان البحر عالي وان الراية حمراء. في شواطئ فعلا كانت رافعة الراية الحمراء، وفي شواطئ فعلا ما كانتش رافعة الراية الحمراء. البحر ساعات بيكون كويس وهادي رغم ان بيبقوا محذرين، ودقايق بيقلب. بصرف النظر ان مين غلطان مش غلطان، الفيديو ده احنا مش بنسأل مين فيهم غلطان ومين مش غلطان. الفيديو ده احنا عندنا قهر على شباب راحوا بسبب استهتار بقى من الأكاديمية، استهتار من إدارة الشاطئ، استهتار من المدربين اللي كانوا معاهم، الله أعلم استهتار كان فين، استهتار من الأهالي اللي كانوا المفروض يعرفوا أولادهم ما ينزلوش البحر وهم مش موجودين، أو يعرفوا أولادهم حقوقهم، أو يسألوا كويس عن الأكاديمية اللي هم مدخلين فيها أولادهم 15 و18 سنة و20 سنة، يسألوا كويس. استهتار من مين؟ ده اللي احنا في الفيديو ده أنا بسأله.
لكن مش زي اي فيديو تاني انا بقدمه بقول لكم ايه، بصوا الشباب والبنات. يعني انا من الشباب، انا مش كبيرة، يعني انا حاجة وعشرين سنة، فانا مش بقول مين الشباب غلطان او مش غلطان، بس انا بشوف ناس في سني بينزلوا البحر في عرض البحر ونقول ده ممنوع يبقى الشباب اللي غلطانه، وشواطئ تانية نقول لا إدارة الشاطئ هي اللي سامحة بالنزول لحد 12 واحدة بالليل، وهم إدارة الشاطئ اللي غلطانين. لكن هنا بقى مين اللي غلطان؟ قدر نصيب. بس هنا بقى مين اللي غلطان؟ ده غير اصلا الحادث ده فتح موضوع كبير جدا على شواطئ العجمي وعلى شواطئ اسكندرية، وعلى كمان ارتفاع الامواج. وان ارتفاع الامواج في ناس بتبقى الراية حمراء وبيسمحوا لهم ان هم يقعدوا على الشاطئ بس ما ينزلوش البحر، فخلى القرارات لأول مرة تتغير في محافظة اسكندرية، وبدل ان ممنوع نزول البحر واقعدوا على الشاطئ استمتعوا زي ما انتوا عايزين، زي ما نزلت لكم الفيديو اللي فات، بقى ممنوع اصلا دخول الشاطئ. ولاول مرة في اسكندرية شواطئ اسكندرية كاملة مكملة تتقفل، مفيش دخول ولا قاعدة حتى على الشاطئ، سواء على الرملة او في كافيه. حتى لو في كافيه قريب من البحر برضو هو مقفول. وكل ده كل القرارات دي بعد حادث ابو تلات. وحادث ابو تلات هو اللي فتح قواضي وعرف موضوع الأكاديمية اللي هي نصب كمان، وخلى القضية دي تاخد القواضي التانية، والقواضي التانية تاخد مجراها، والموضوع يتعرف أكتر وأكتر، وخلى ناس كتير مقدمة لأولادها في أكاديميات إن هم يسألوا على الأكاديميات ويعرفوا الحقيقة. يعني الموضوع ما حصلش كده وبس، يعني الموضوع فتح أبعاد كتيرة. واللي أصعب إن في ناس بقت تدخل تكتب في الكومنتات هم اللي غلطانين، شافوا الراية حمراء ومنعوهم من النزول. وللأسف الناس اللي شغالة في الأكاديمية اللي جايين معاهم قالوا احنا نبهناهم وقلنا لهم ان هم ما ينزلوش وهم برضو نزلوا، والكلام ده للأسف ما حصل. واتهموا بنات توفت وبنات تعرضت للاختناق ان هم ما سمعوش الكلام، والكلام ده برضو مش صح. وناس كتير دخلت كتبت إيه اللي مخليهم قالوا لأهاليهم ان احنا رايحين البحر يوم صد رد وجايين، ازاي بنات تعمل كده وازاي اهاليهم يوافقوا على كده وهم اصلا مظلومين، هم جايين تبع الاكاديمية تبع دراستهم، وسط دراستهم ان هم المفروض في الاكاديمية دي يتعلموا السباحة والعوم، وكان جزء من التدريب بتاعهم. فحصل ظلم كبير، وده اللي خلاني بعد كذا يوم وانا مرضتش ان انا اتكلم في الموضوع ده، ان انا اجي واتكلم معاكم في الموضوع ده واقول لكم الحقيقة كاملة بعد ما اتأكد منها. انا طبعا متأثرة قوي بالموضوع ده وما كنتش حابة ان انا اتكلم فيه، بس حبيت ان انا اتكلم فيه واقول الحقيقة. انا اسفة ان انا طولت عليكم طبعا، بس برضو زي اي فيديو انا بحب ان انتوا تشاركوني الرأي في الكومنتات. وطبعا انا كل فيديو بسيب لكم بقية الفيديو اللي انتوا تستمتعوا باجواء البحر، بس اعذروني ان انا الفيديو ده مش هقدر ان انا اسيب لكم بقية الفيديو تستمتعوا بالبحر، لان تقريبا بعد اللي احنا سمعناه وبعد اللي حصل في الشاطئ ده مش هيبقى فيه استمتاع. اتمنى ان انا المحتوى اللي انا بقدمه وبقية الفيديوهات على القناة تكون بتستفادوا بيها، وفضلا وليس امرا لو وصلتوا برضو لحد هنا ان انتوا دايما تشوفوا كل حاجة انا بنزلها على القناة عشان يكون عندكم توعية. وكل الاخبار اللي حصلت انا نزلتها لكم على القناة، والشواطئ اللي قفلت في اسكندرية، وناس كتير برضو بتسألني عن شواطئ العجمي. في نفس اليوم النهاردة هصور لكم شواطئ العجمي المقفولة والمفتوحة، وهتفتح امتى كمان المقفولة، وهنزلها لكم ان شاء الله في فيديو بكرة. بس تلتزموا بكل حاجة بتتقال، ولو الراية حمراء ما تروحوش البحر، ولو سمحوا بالدخول والراية حمراء تخليكم على الشاطئ ما تنزلوش البحر تماما، ولما الراية تبقى كويسة انزلوا البحر بس لحد الحدود المسموح بيها. وده كان فيديو النهاردة. انا بتمنى لكم ان دايما تكونوا بخير، ودايما تسمعوا التعليمات بتاعة الغواصين وبتاعة الشواطئ، ودايما تكونوا عندكم وعي. ولو رايحين البحر معاكم اطفال خلي بالكم منهم، خلي بالكم من اولادكم، خلي بالكم مع نفسكم. لو انتوا شباب ومن سني خلي بالكم ما تخلوش الحماسة ان هي تاخدكم وتنزلوا البحر من غير ان انتوا تفكروا ايه اللي ممكن يحصل. البحر بيحصل فيه ابيار بتفتح فجأة، سحب بيحصل فجأة. عوموا في الاماكن اللي ينفع تعوموا فيها،
عشان لو حصلت اي حاجة فجأة تعرفوا تعوموا وتطلعوا، او حتى يلحق حد من الموجودين يلحقكم ويطلعكم. ودي نصيحة لله مش اكتر، وعشانكم انتوا. واشوفكم فيديو تاني على خير، وما يكونش فيه اي اخبار سيئة، واتمنى لكم الخير، ومع السلامة.